يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة خطيرة، حاجة في منتهى الجمال والروعة. هنعمل الآيس كريم بأنواع مختلفة والأطعمة اللذيذة الحلوة خالص دي، شوكولات وفانيليا ومانجا وفراولة واوريو. بصي، بالمكسرات اللي انت عايزاها، اي نوع في السوق من الفاكهة ممكن اللي انت تعملي البودنج بتاع الايس كريم وتحطي عليها كل الانواع اللي انت عايزاها، وتعمليها بقى تفرحي بيها نفسك وحبايبك طبعا. وطبعا ما ننساش ان كل الحاجات دي بتتعمل بثلاث مكونات بس. لبن مكثف بس هنعمله مع بعض في البيت طبعا عشان هو مكلف بره. تعالي نشوف هنعمله ازاي. انا جبت 4 كوبايات لبن وعليهم كوباية وربع من السكر العادي الحبيبات مش البودر، وهتقلبيهم كويس خالص لغاية ما السكر يدوب في اللبن. وهتروحي جري على النار، هتحطيه على النار لغاية ما اللبن يغلي، وتوطي عليه لغاية ما اكنك بترددي رز، لغاية ما لونه يتغير معاكي. شفتي عمل ازاي؟ بقى لبن مكثف، اللون هيتغير معاكي للون اللي هو البرونزي الجميل ده، كده معناه اللي هو اتعمل لبن مكثف. احلى لبن مكثف هتعمليه في البيت، هتعمليه حلو خالص ومش مكلف، وهتسيبيه لغاية ما يبرد لغاية ما نعمل البودنج بتاع الايس كريم. هنجيب كوباية ونص من المية التلج المتلجة اللي فيها قطع تلج، وهنحط عليهم كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام مش المحلى طبعا، علشان لسه هتحطي اللبن المكثف بتاعك المحلى اللي هو فيه السكر. وكوباية ونص برضو زيهم من الحليب المكثف اللي انت عملتيه دلوقتي اللي احنا عملناه مع بعض حالا. يعني البودنج كله عبارة عن 3 مكونات: كوباية ونص كريم شانتيه خام من غير سكر طبعا، كوباية ونص مية متلجة خالص، وكوباية ونص من اللبن المكثف اللي انت عملتيه. بس هتضربيهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يتعمل احلى ايس كريم في الدنيا. ونعمل دلوقتي الأطعمة بتاعتنا. أول طعم أنا حطيت شوية مكسرات، براحتك بقى، فول سوداني، مكسرات اللي انت عايزاه، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونقلبهم وخلاص. بس كده اتعمل أول آيس كريم، أحلى طعم جميل. هنحطه في بلاستيك أو أي حاجة انت عايزاها، بس أهم حاجة يكون ليها غطا، وهنحطه في الفريزر. هنعمل الطعم التاني بالاوريو، هناخد برضو شوية حلوين كده من الايس كريم البودنج، وهنجيب البسكوت الاوريو، هنكسره بايدينا كده قطع مش مفتتة قوي، يعني بتبقى قطع كبيرة شوية، وتقلبيهم برضو التقلبتين الحلوين بتوعك، وتحطيهم في طبق بلاستيك اللي هو بيتحط في الفريزر ده. بس اهم حاجة برضو يكون له غطا، ولو ما عندكيش غطا ممكن تغطيه بالاسترتش. اهم حاجة اللي هو ما يتعرضش في الفريزر للكريستالات بتاعة المية دي عشان يبقى احلى ايس كريم في الدنيا. وقطعت عليهم شوية اوريو كده وبس، هحطهم في الفريزر. دلوقتي الطعم اللي بعده، جبت بقى شوية فراولة كانوا عندي متلجين خالص، بيبقوا في الفريزر متلجين، حطيتهم دلوقتي في الكبة وهضربهم بس ضربتين كده بالراحة خالص على الكبة لغاية ما يبقوا الشكل الكريم اللي انتي شايفاه ده. شفتي اللون؟ شفتي الشكل؟ حلو خالص. بس كده هحط الفراولة في الطبق بلاستيك، وحط عليهم برضو 3 4 معالق من البودنج بتاع الايس كريم، هنضربهم بالمضرب الكهربائي برضو تقلفتين حلوين كده.
ضربتين صغيرين يعني ما تكتريش. بس اتعمل دلوقتي الايس كريم بتاع الفراولة. بس بصراحة اما انا دقته لقيته مزز شوية، علشان الفراولة بتبقى مالحة حبتين يعني، فحطيت 3-4 معالق سكر بودر بس، وحطيتهم في طبق بلاستيك وبرضو يلا بينا على الفريزر. اتعمل احلى ايس كريم فراولة. يلا بينا على اللي بعده. انا بقى ما غلطتش الغلطة دي بتاعت الفراولة، انا حطيت من البداية على المانجا 3-4 معالق سكر بودر، يعني عشان لو هي مززة شوية تبقى حلوة في الايس كريم وما تبقاش حادقة وتبقى مسكرة. وبرضو هي كمان ضربتها في الكبة لغاية ما بقت الشكل الكريمي اللي انت شايفينه ده. وحطيت برضو 3-4 معالق من البودنج بتاع الايس كريم، ضربتين بالمضرب الكهربائي بس خلاص عمل احلى ايس كريم بالمانجا. نحطها في الطبق البلاستيك ونغطيها وبينا على الفريزر. بس كده خلاص. الطعم اللي بعده كان عندي 3-4 موزات كده طريين، حطيتهم في الفريزر علشان يتجمدوا، لازم اي فاكهة تتجمد معاكي. برضو ضربتين في محضرة الطعام او في الكبة اللي انت عايزاها، او في الخلاط حتى، بس بالراحة شوية على الخلاط علشان الحاجة وهي متجمدة ما يبص الخلاط معاكي. بعد ما الموز بقى الشكل الكريمي حطيت برضو 3-4 معالق من البودنج بتاع الايس كريم بس، ضربتهم مع بعض واتحطوا برضو في بلاستيكية علشان احطهم في الفريزر. الطعم اللي بعده الشوكولات الجميل الجميل ده، بصراحة احب ايس كريم لقلبي والحبايبي بصراحة والاطفالي. الباقي من البودنج بتاع الايس كريم حطيت 3-4 معالق من الكاكاو الخام، ضربتهم ضربتين بس، اتعمل احلى ايس كريم شوكولات في حياتي. بس كده بقينا عملنا 6 أطعمة خطيرة، وهم حلوة خالص. 6 أطعمة حلوة خالص من الآيس كريم. ممكن انتي بقى يا ست كل أي طعم انتي عايزاه، توت، تمر، أي حاجة، أي فاكهة في السوق ممكن تعمليها وتدلعي بيها حبايبك معاكي. بجد الايس كريم مش مكلف خالص في البيت، وبيعمل بجد كمية خطيرة وكبيرة جميلة جدا في منتهى الجمال والروعة. هو 3 مكونات بس: لبن مكثف وكريم شانتيه خام ومية متلجة بس. واللبن المكثف انت عارفة تعمليه ازاي، بدل ما انت تشتريه بالغالي من بره انت تعمليه في البيت ويبقى حلو خالص في جميع انواع بقى الايس كريم، الكيكة، البودنج، اي حاجة انت عايزاها للبن المكثف بيبقى موجود معاكي. وما ننساش كمان انا قلت اما ادلعهم اكتر وعملت لهم بسكوتة ايس كريم، بس بصراحة الفيديو طويل فما عرفتش اجيب طريقة عمايل البسكوت النهاردة، اما هعمله ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وهوريكي طريقة عمايله ازاي، زي الكيمو كونو كده، وبسكوت عن طريق شكل الطبق. بصي اللي انت عايزاه ان شاء الله هجيبها لكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، في منتهى الجمال والروعة، بألف هنا وصحتين على بدنك وعلى حبايبك. وقومي كده دلعيهم بسم الله ما شاء الله. واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.